شو رأيكم نجهز اليوم توم مهروس جاهز بالفريزر، بنستخدمه ايمت ما بدنا بهذا القوام الكريمي، ما بيتلج ما بيجمد. بكرة كتير رح تستفادوا منه بشهر رمضان وحتى برات رمضان، كتير هيك مريح وظريف انه يكون في عنا توم جاهز بالفريزر. بداية أنا استخدمت كيلو من التوم، أنا جبته بقشره وحبيت أشره معكم لحتى أورجيكم إنه القصة ما مستحيلة. بس في عند الأتراك أكياس جاهزة للثوم المقشر، إذا بتحبوا تريحوا حالكم فيكم تجيبوه. أنا جبته بقشره مثل ما لكم شايفين. طريقتي بتقشير الثوم كتير سهلة، طبعا في طرق كتير لتقشير الثوم، أنا هي اللي بحبها وبرتاح لها، وأنتي فيك تستخدمي طريقتك يلي بترتاحي لها وبتحبيها. الثوم بغمره بالمي وبتركه منقوع بالمي ربع ساعة 20 دقيقة، فيك تتركيه أكتر. بعد ما ينتقع بالمي فينه يتقشر معكم بكل سهولة. هذا كيلو من الثوم صفيته من المي، وشوفوا معي كيف فيني أقشره بكل بساطة. حبات الثوم نحن عنا هون شوي كبيرة، ما بعرف يمكن كان له اسم هذا الثوم، بس المهم طعمته جدا جدا ظريفة. هي الكمية عيرت الساعة، كيلو ثوم أخذ معي تقشير نص ساعة تماما تماما على العيار يعني. يعني أنا بالنسبة إلي ما بتفرق معي، نص ساعة بتمرق. بس أنت إذا بتحبي تجيبي الثوم مقشر طبعا أكيد ريحي حالك وجيبي مقشر. أنا أصلا حتى ما لقيت، يعني أنا عند الأتراك والعرب اللي جنبي ما لقيت، فقشرته وكرمال يمضى الوقت حطيت هالمسلسل وقعدت وتقشر معي، والله ولا حسيت وأنا عم بتفرج على المسلسل، يعني بيمرق الوقت عادي جدا جدا، ومنصوب ايدينا منيح وبتطلع ان شاء الله الريحة. هون هذا الكيلو بعد ما تقشر شوفوا قديش ظريف. وبدنا نجي هلأ نطحنه. بمحضرة الطعام بدنا نحط الثوم، بدنا نضيف له ملح سكر وزيت نباتي. بس بدي لكم شغلة، انه هاي الطريقة مو من اختراعي، ما تفكروها طريقتي واخذ تعب غيري. انا هاي الطريقة من وقت ما وعينا على الدنيا بشوف امهاتنا وستاتنا بيعملوها، فهو مو شي جديد. بس ممكن نحن الجيل الجديد او الجيل اللي لسه هلا يعني من بعدنا ما كتير بيعرفوها، وبحكم انه اغلب الصبايا تغربوا فكمان ممكن ما كل العالم بيعرفوها. بس وجب التنويه انه هاي مو من اختراعي، هاي موجودة من زمان. لكيلو الثوم بدي معلقة كبيرة من الملح ونص معلقة كبيرة من السكر. الملح والسكر مواد حافظة ضروريات كتير لحتى الثوم ما يتأكسد ما يخضر وما تتغير طعمته، بس ما بتحسوا فيهم. وبدي لكل كيلو ثوم نص كاسة من الزيت النباتي. ليش عم نحط زيت نباتي؟ الزيت هو اللي بيحافظ على قوام الثوم كريمي. نحن هلا بدنا نحطه بالفريزر فيكي تلغي الزيت، بس وقت اللي بدك تطالعيه للاستخدام بده يكون مجمد قطعة وحدة، فما فيكي طالعي بالمعلقة، بدك تضطري بالسكينة. يعني في عذاب، وخصوصي بعد ما يبلش المطربان يخلص ويبقى بالسفل شوي، فالموضوع رح يصير كتير صعب وهو مجمد. فالزيت شايفة هذا القوام الكريمي بيبقى محافظ لك على قوامه الكريمي قد ما جمد بالفريزر. فكرمال هيك بدك تقللي الزيت، بده يخف القوام الكريمي. فبس حبيت اشرح لكم أهمية الزيت. مطربانات أنا بنصحكم بالمطربانات الزجاج وليس البلاستيك لحتى تتأكدوا إنه ما ينكسروا على التجميد، لأن بدكم تجمدوهم بالفريزر. المطربان ضروري جدا يكون معقم، عقموه نطفوه منيح وتأكدوا إنه ما فيه أي وسخ، لأني كمان إذا المطربان كان فيه شوية وسخ كمان رح يتأكسد الثوم ويتغير لونه. بنغطي المطربان منيح وبتحطوه بالفريزر شهر شهرين، بتطالعوا وقت اللي بدكم بهذا القوام الكريمي وبتريحوا حالكم من التقشير كل مرة. هاي كانت الوصفة لليوم، بتفيدكم إن شاء الله للتفريزات يلي حكينا عنها. إن شاء الله تعجبكم، وإذا عندكم سؤال اكتبوا لي بالكومنتات، وصحة وألف هنا.